اهلا بيكم في قناة تتعلم الكورة. النهاردة الفيديو مهم جدا لكل اللعيبة اللي بتهتم بمستواها. النهاردة هنتكلم عن اللياقة البدنية، لان هي الوقود اللي بيشغل مهاراتك. تخيل ان مهاراتك دي هي موتور العربية، واللياقة هي البنزين. لو البنزين خلص العربية مش هتمشي مهما كان الموتور قوي. لما تتعب تركيزك بيقل، لمستك الأولى بتبوظ، والتمريرة اللي كانت سهلة بتطلع غلط. المهارة محتاجة نفس، والنفس محتاج لياقة. نيجي بقى للجانب الخططي. المدرب في الملعب محتاج لاعب يقدر يضغط على الخصم في كل حتة في الملعب، لاعب عنده نفس يرجع يغطي في الدفاع بعد ما كان بيهاجم بكل قوته. اللياقة هي اللي بتديك الحرية انك تتحرك من غير كورة وتخلق مساحات لزميلك ولفرقتك. اللي ما عندوش لياقة بيتحول للاعب عالة على الفريق حتى لو مهارته عالية. مش بس كده، اللياقة العالية هي درعك ضد الإصابات. العضلات القوية والقلب السليم هما اللي بيحموك من التمزقات والشد العضلي. التدريبات البدنية مش عشان تعبك، التدريبات دي هي استثمار في مستقبلك كلاعب محترف. عشان كده احنا كمدربين بندور على اللاعب المتكامل اللي بيملك الموهبة ويملك المكنة اللي تحركه. وعشان كده لازم تهتم برفع معدلات اللياقة البدنية في كل تدريباتك. وهنا نيجي بقى لسؤال مهم جدا لكل لاعب بيتفرج عليا دلوقتي. ليه بنشوف لعيبة موهوبة جدا لكن في آخر ربع ساعة من الماتش بيبانوا وكأنهم مش موجودين في الملعب؟ وليه في لعيبة تانية بتفضل تجري وتضغط لحد صفارة النهاية؟ الإجابة مش في الموهبة، الإجابة في محرك جسمك أو اللياقة البدنية. وكمان أهميتها بتيجي للجانب التكتيكي. كرة القدم الحديثة بقت بتعتمد على الضغط العالي. عشان تطبق تكتيك المدرب وتضغط على المدافعين طول الوقت محتاج رئة قوية وجسم جاهز للتحولات السريعة. ولو ما عندكش لياقة المدرب مش هيقدر يعتمد عليك في خطته الهجومية، لأنك هتكون أول واحد بيفقد التمركز لما الكرة تتقطع منك. والنقطة المهمة اللي بيغفل عنها كتير من اللعيبة، اللياقة مش بس جري، اللياقة هي عقلية. هي انك تهتم بأكلك قبل التمرين، وانك تنام كويس عشان جسمك يحصل له عملية استشفاء، وانك تشرب مية كفاية. الجسم مش مكنة، الجسم أمانة. لو أهملت التعافي هتجيلك إصابات تنهي مستقبلك قبل ما يبدأ. الاحتراف بيبدأ من هنا، من قرارك انك تتمرن بجدية وانت مش حاسس انك قادر. القوة الذهنية انك تكسر حاجز التعب، هو ده اللي بيصنع اللاعب الكبير.